لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. المتابع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتحدث من خلال هذه الحلقة عن أكثر من موضوع، وأتوقف ابتداء عن صورة شغلت العالم والناس، صورة لإمام المسجد الجزائري اللي تسلقت القطة أو الكديسة كتفه وأثناء الصلاة، وفي مشهد صراحة فيه كثير من الجمال والأبعاد اللي من خلالها أنت بتستشف حاجات أبعد من إنها دي كديسة، وزي ما بيقولوا طلعت في كتف أي ابن آدم. يعني تحس إنه الموضوع فيه رسائل، تحس إنه الموضوع فيه أبعاد جمالية عندها علاقة بالروحانيات، عندها علاقة بالإيمانيات العالية، عندها علاقة بآيات الله سبحانه وتعالى، عندها علاقة بجمال الصوت. يعني مشهد زي المشهد ده إذا جيت تعمله في مسلسل درامي، أو إذا جيت تعمله في مسرحية، أو إذا قصدت إنك تعمل مشهد زي مشهد الكنيسة مع إمام هذا المسجد، يعني أنت محتاج تنفق كثير جدا من الأموال، ومحتاج تعيد اللقطة دي 750 ألف مرة عشان تظبط زي ما أنت داير. لكن شوف التلغائية، وشوف المحبة الكبيرة، وشوف حتى الحكمة اللي تعامل بها هذا الشيخ مع هذه القطة، وشوف سماحة القطة نفسها وحتى الغبلة. يعني أفتكر إنه حقيقة دي اللقطة دي حازت على نجومية رمضان على كافة المستويات، سواء كان سباق بتاع برامج تلفزيونية، أعمال درامية، أغاني أي كانت على مستوى العالم، أي كانت البرامج. أفتكر إنه اللقطة دي هي لقطة رمضان. إن شاء الله يعني ربنا دائما زي ما بيقولوا يخلي قلوبنا رحيمة ورؤوفة بكل الحيوانات الأليفة. أنا عجباني جدا صراحة اللقطة دي، وعاينت لها بإسراف خلال الأيام الماضية. طيب ندخل على الهلال. وصل الهلال البحرين استعدادا لمواجهة المنامة في البطولة العربية يوم الاثنين بإذن الله تعالى. الهلال انتصر في مباراة الذهاب بثلاثية. ده بيعني انه فرضية خسارته بالأربعة وبالثلاثة في البحرين تبدو ضعيفة، ولو انه دي كرة قدم يعني وكل شيء فيها وارد. لكن ما أظن إنه الهلال حيودع البطولة أو يخسر بهذا الرقم. يعني أنت فريق المنام البحريني مع كامل الاحترام هو أقل من الهلال. الهلال تقدم بنتيجة مريحة جدا. إن شاء الله الفريق يقدم مباراة تليق بسمعة الهلال وتشرف جمهوره في كل مكان وتحديدا في البحرين. طيب، حاجة تانية أعلق عليها انتشار خبر تعاقد الهلال مع كالالة. وأنا بس داري أذكر بحاجة صغيرة جدا يا جماعة. الموضوع بتاعت إدارة ملف التسجيلات في وقت غير وقت التسجيلات ده مضر جدا بالفريق. في الدورة الأولى طلع تقرير عن الشطب في الهلال، وحديث كان بالصوت العالي عن الأجانب ومنو ماشي ومنو قاعد. بعد الكلام ده مباشرة حصل هبوط حاد في مستوى الهلال، غاد لسلسلة من التعادلات أو النتائج غير الإيجابية، وكان أشهرها تعادل كوبر. والناس كلها كانت بتتساءل إنه الهلال ابتدى الدورة الأولى بشكل جميل جدا وبيقدم في نتائج سمحة وعروض ممتازة جدا. فجأة
هبط الهلال وأصبح يقدم في مستويات كانت ضعيفة إن لم تكن هزيلة، وتبعتها تعادلات وخسارة وكده. ده كان واحدة من أهم أسبابه إدارة ملف التسجيلات والحديث بصوت عالي عن لاعبين مغادرين في وقت كانت التسجيلات بعيدة جدا يعني. الآن أنا أخشى إنه الناس تكرر نفس السيناريو بالحديث عن التسجيلات بالصوت العالي والمسموع في وقت هو ما وقت تسجيلات. يعني جميل إنك أنت تدير ملف التسجيلات في وقت مبكر لكن في سرية كاملة. حديث عن كالالة والتعاقد مع كالالة بعد 24 ساعة فقط، 24 ساعة فقط من الخروج من بطولة أبطال أفريقيا. أفتكر إنه مش ما داير أقول ما كان موفق، هو ما في النهاية ما طلع من اتجاهات رسمية، لكن على أي حال هو بنسبة تتجاوز 90% صحيح. الهلال حسب موضوع كالالة بنسبة تتجاوز 70%. الهلال بصدد حسم صفقة عزيز كي. لكن يا جماعة خلونا نتفق على حاجة، إنه اللجنة الفنية أو الجهة المناط بها إضافة عناصر للهلال يجب أن تضيف ذلك بعيدا عن الإعلام. وده الإسطايل الجميل اللي كان شغال به مجلس إدارة نادي الهلال لما كنا بنتفاجأ بالأجانب. ده مهم جدا، مهم جدا ده يحصل عشان نحافظ على الروح المعنوية للاعبين الموجودين الآن، وما ندخل في سلسلة بتاعت هزايم أو نتائج ما طيبة على المستوى الأفريقي، على المستوى العربي وعلى المستوى المحلي. نحافظ على الروح المعنوية للاعبين الموجودين وفي نفس الوقت ندير الملف في سرية تامة. طيب أنا لو في حاجة أنا أعلم إنه مجلس الهلال ابتدى حرفيا في وضع يده على بعض الأسماء اللي هو محتاج يضيف بها التسجيلات أو يضيف بها عناصر جديدة للكشف. أنا والله دي أمنية، وأتمنى إنه أنا برضو ما أتكلم في التسجيلات كثير خلال الفترة الجاية لأنه ده ما وقتها، لكن بس بذكر مجلس إدارة نادي الهلال أو بقترح إنه يا جماعة لازم الهلال حتى ولو على سبيل الإعارة لازم يكون عنده 2 أقلاها من فريق صن داونز. أنا أتمنى الحاجة دي حتى لو كان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، حتى لو بالغالي جدا يجب أنه نشيل 2 من صن داونز نقضي بهم كشف الهلال في المرحلة القادمة بإذن الله تعالى. أتمنى الحاجة دي، والفريق ده مليان عناصر مليانة موهبة عالية جدا وإمكانيات وخبرة وبرود وناس كده زي ما بقولوا عارفين البير وغتايتها. يجب أنه نطعم الهلال ب2 من فريق صن داونز بإذن الله تعالى. طيب عجبني جدا 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 الحديث نائب رئيس الهلال العليقي وحديثه الأخير يعني، وأفتكر أنه الراجل تحدث من القلب وحديث فيه كثير من أظهر محبته الكبيرة للهلال وحتى إمكانياته كإداري، وطمنا على الأقل لمستقبل الهلال. وواحدة من الحاجات اللي أنا وقفت عندها كثير جدا في حديث العليقي حديثه عن العلاقات الطيبة للهلال مع جميع الأندية في أفريقيا، وقال نصا إنه هو من تلفونه ده بيتصل على أي رئيس نادي بيرد عليه وبيحترمه والأمور طيبة. أفتكر إنه ده جوهر القضية نفسها، المسألة بتاعت خلق علاقات متينة ومتميزة مع الأندية الكبيرة المحترمة في أفريقيا. أنا أفتكر إنه ده ما كان ينقص الهلال. الحاجة دي ابتداها صلاح إدريس مع بعض الفرق ورؤساء الأندية في أفريقيا لكن ما تواصلت. جات فترة الكاردينال وجات فترة البرير ما كانوا حريصين على هذه العلاقات حتى على المستوى المحلي. الآن جميل جدا إنه يكون ده تفكير السيد نائب رئيس نادي الهلال السيد العليقي. جميل إنك تفكر بالطريقة دي، جميل إنك تنفتح حول الأندية في أفريقيا، جميل جدا إنك تكون حريص
للاستفادة من تجارب الغير. دي حاجة يا جماعة في غاية الأهمية، وبتسهل وبتفتح دروب للهلال كبيرة جدا. والآن إن شاء الله حتكلل خطوات التعاقد مع كهلالة وعزيز كي بالنجاح، وده بيحصل وسببه الرئيسي العلاقات الطيبة جدا بين الهلال والشعب التنزاني، وبين الهلال وحتى فرقة الشباب وفرقة سيمبا وكل الأندية في تنزانيا، والاحترام الكبير اللي بيلقاه الهلال في تنزانيا، وده تحدث عنه العليقي باستفاضة. فدي الحاجات العلاقات اللي انت بتبنيها الآن وبتجني ثمارها في أوقات متفرغة، سواء كان على مستوى المعسكرات، سواء كان على مستوى المباريات الودية الدولية، سواء كان على مستوى التسهيل للتعاقد مع لاعبين. الحاجات دي مهمة جدا ومفيدة جدا. ثم انه الحاجة دي بتخدم فكرة الهلال لمحاربة العنصرية، وده اتجاه ماشي عليه الهلال الآن. لما تكون انت علاقاتك طيبة مع كل الأندية في أفريقيا، ده بيسهل عليك انك تحارب كثير من الظواهر، بيسهل عليك انك انت تكون قائد لمجموعة معتبرة من فرق ذات وزن وتأثير كبير في أفريقيا. ده بيديك الميزة دي. الآن الهلال يجب أنه يعني أنا كنت أخشى على الهلال من التكاسل بعد شكوى الأهلي وغيرها، لكن الحمد لله شكوى تمت بالطرق الرسمية الصحيحة، ومنتظرين ان احنا بعد ده قرارات الكاف. لكن الأهم من ده غمة فرق بطولة أبطال أفريقيا، الفرق الكبيرة في أفريقيا، الرجاء، الوداد، الزمالك، صن داونز. لازم يا جماعة نحن نعمل مؤتمر شامل يشارك فيه رؤساء هذه الأندية. اقترحنا إنه هذا المؤتمر يكون في دولة إثيوبيا الشقيقة. ننطلق من لحظة الإساءات العنصرية اللي وجهت للهلال في مباراة الأهلي المصري الأخيرة، نعمل ده فرشة للاجتماع وفرشة للتلاقي الأفريقي العربي، مناهضة واستنكار لهذا العمل القبيح اللي تم من الأهلي المصري كإدارة ولاعبين وجمهور، ومن خلاله بعد ذلك تتوحد رؤى كبيرة لخدمة الكرة في أفريقيا. وده ما بيتأتى إلا بعد نقل الاتحاد الأفريقي من مصر لأي دولة أفريقية أخرى. والمشروع ده إذا ما لقى حماس كبير من الهلال والأندية الأفريقية في المحيط عموما ما حيتنفذ. الحاجة دي يا جماعة دايرة سرعة، ودايرة ناس تكون حاسة فعلا بالوجع، لأنه تماما ثبت إنه وجود الكاف في مصر وخطر على الكرة الأفريقية بشكل عام، خطر على الكرة الأفريقية بشكل عام. والمؤسف إنه وجود الاتحاد الأفريقي في مصر بيخدم أجندة فريق واحد، حتى ما بيخدم بقية الأندية في مصر. الزمالك يعاني الأمرين من الأهلي، يعني يعاني معاناة صحيح ما قدر معاناة الهلال مع هذا النادي المدلل والمدلع والفاسد، لكن أيضا معاناة الزمالك معاناة كبيرة جدا، لأنه الكاف وحتى الاتحاد المصري نفسه مسخرين كلهم جهودهم لخدمة نادي واحد. في أول قرارات تطهير وتنظيف الكرة الأفريقية نقل مقر الكاف من مصر لإثيوبيا أو السودان أو جنوب أفريقيا، أو خلينا أقول ما مهم يتنقل لوين، اللهم إنه يتنقل، لأنه دي بؤرة بتاعت فساد. الاتحاد الأفريقي بؤرة بتاعت فساد ينفذ في أجندة مصرية. ما عنده مشكلة الاتحاد الأفريقي حتى يلعب أدوار عندها علاقة بالسياسة.
فسعي الهلال واجتهاده يجب أن يتم في هذا الموضوع وبجد كبير. وكل أي نادي في أفريقيا يا جماعة عنده ذكرى أليمة مع الأهلي، فبالتالي ده بيسهل مهمة ومشروع إنه الناس تتلاقى في اجتماع من خلاله ترسي كثير من المفاهيم والقيم الجديدة، ونضع يدينا مع يدين بعض، وقادرين نحن نغير الكورة في أفريقيا. يعني ما في بطولة في أفريقيا بتقوم لها قائمة إذا بقى ما فيها الترجي ولا الرجاء ولا الوداد ولا الزمالك ولا النجم ولا الهلال ولا صن داونز. في شنو تاني؟ في شنو تاني؟ ما في حاجة تاني. في منو؟ فاي برز والقطن والمريخ ما بيعملوا لهم ولا دورة رمضانية الجماعة دي يعني. دي السبعة والثمانية في أفريقيا اللي بيشكلوا الثقل الكبير. نحن بنشيل دوري أبطال أفريقيا بتشل شلل إذا بقوا معانا الثمانية الكبار. أتمنى إنه الهلال ما يكسل، يتحمس قدر ما تحسوا إنكم جاكم شوية كسل. افتحوا الفيديوهات الخاصة بالشتيمة اللي تعرضنا لها في مصر، وده حيديكم دافع أكبر في إنكم تشتغلوا. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واجعلني وإياهم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.